مساء الخير على حسب ما وصلك الفيديو. معاكم محمد اشرف وبرنامج خمسة كوره، والنهارده هنتكلم عن الضحك اللي بيحصل في الدوري الاسباني. فاهم؟ ملهاش حل تاني غير كده. فاهم اللي هو ايه؟ يعني هنتكلم عن تعادل ريال مدريد وفوز اتلتيكو وخساره برشلونه النهارده. فاهم؟ ولعبه الجط والفار اللي هو اتلتيكو طلع لنا مره واحده كده من تحت. فاهم اللي هو ايه؟ بيجي متساوي مع برشلونه في النقط وليه ماتش مؤجل. فاعمل لايك ولايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك جديد اول باول. معاكم محمد اشرف وبرنامج خمسة كوره، ويلا بينا ندخل في التفاصيل على طول. انا هبدا بمقوله خالده كده اسلام علاء بيقولها. فاهم اللي هو ايه؟ بيتكلم فنيات، انا وغريم طلعنا فلات. فاهم اللي هو فاهم ملهاش حل تاني غير كده. اللي هو انشيلوتي وفليك عارفوا ان غالبا ده اخر موسم لسيميوني واخر موسم اللي هو ممكن يمشي بعديه. قال لك والله العظيم ما يحصلش ابدا، لازم تاخد الدوري. ما أصل مش هينفع انت تاخد 2 دوري بس في اخر 11 سنه. ازاي؟ يعني ازاي العريق دييجو سيميوني واتلتيكو مدريد ياخد 2 دوري بس في اخر 11 سنه؟ خد لك التالت تطلع كده اخر سنه موسم صفري. ازاي؟ يعني حتى نديك فرصه ان انت ممكن يجددوا لك ولا حاجه، تقعد اديك قاعده معانا، دي الصحبه حلوه هنا. فاهم اللي هو في عبط بيحصل. فاهم اللي هو ايه؟ الجوله اللي فاتت ابو شيء اللي فاتت اللي جاب ليها. فاهم اللي هو برشلونه بيتعثر، ريال مدريد والله ما يحصل اتغلب من اتلتيكو بالباو. ابدا والله، ابدا. يعني الجوله اللي بعديها برشلونه تعثر. الجوله دي بقى اللي هو ايه؟ مدريد امبارح بيتلعب رايو فايكانو. بص انا معاك ان هو ملعب رايو فايكانو ده ملعب صعب. فاهم اللي هو ايه؟ يعني ريال مدريد يلاعب السيتي في الاتحاد عنده اسهل من ان هو يلاعب رايو فايكانو ده في ملعبه. يروح يلعب ليفربول في الانفيلد. بص اي ملعب في الدنيا رايو فايكانو في ملعبه ده ملعب. بص هو اصلا ملعب صغير عامل زي علبه التونه. فاهم اللي هو انت بتلعب ممكن تلاقي الجماهير في حضنك. يعني هو امبارح تشاوميني في اخر الماتش جه ياخد الكوره، راحت الجماهير خدت الكوره منه، جت يلا من هنا مفيش لعب حرفيا. فاهم؟ فالناس اللي متابعه الدوري الاسباني عارفه ان الملاعب دي صعبه، بس ده مش مبرر. انت نازل الماتش اصلا مغلوب 2-0. اللي هو انت عبيط يا اسطى ولا ايه؟ ريال مدريد اول ثلث ساعه مغلوب 2-0 ورجعت يا عم 2-2 و3-2 والدنيا تمام. برضه تروح راجع متعادل 3-3. وبعدين انا عندي بس ايه طلب صغير. انت اديلك فتره ما طلعتش حد من لعيبه الاكاديميه بيلعب معاك، فيوم ما يطلع تروح مقعد جنبك على الدكه. يعني العظيم اعظم من لمس كره القدم تشاوميني في الاربع ماتشات اللي غابهم ريال مدريد طلع بثلاثه كلين شيت من الاربع ماتشات دول، وداخل في غالبا جون او اتنين. الاسطوره بقى لما رجع يلعب قلب دفاع، يعني هو ما ينفعش في نص الملعب فرجعوه يلعب قلب دفاع اللي هو ايه؟ حل الام البيشنات اللي احنا دفعناهم فيك. فاهم اللي هو ايه؟ مشي الدنيا. ريال مدريد لعب غالبا 3 ماتشات، دخل فيهم اجوان ودخل فيهم حوالي 7 اجوان او 8 اجوان. فانت يعني انت عايز ايه حاجه اكتر من كده؟ اللي بيقول لك ده لعيب ابن نسخه. فاهم اللي هو انت عايز ايه اكتر من كده يا اسطى؟ فاهم اللي هو انت عايز ايه؟ وبعدين انت قلت 3-2 حلو والدنيا ماشيه تمام وزي الفل، ورودريجو على الشمال. اول ما نقلت رودريجو على الشمال اشتغل، والثلاث اجوان هو ايه؟ بره جون فالفيردي الجونين التانيين هو اللي عاملهم حلو. وفينيسيوس اصلا مصاب. فاهم؟ انت بتنزله ليه؟ ادي يا عم اهو نزل خد انذار بسبب العصبيه، واول ما نزل راح يجيب الجون الثالث وخد انذار ومش هيلعب الماتش جاي قدام اشبيليه. فانت انا نفسي افهم انت ايه اللي بيدور جوه دماغ انشيلوتي. نفسي افهم الحته دي يعني. انا عايز اخش جوه دماغه كده وعايز اعرف هو بيفكر في ايه. وبعدين فاهم اللي هو ايه؟ 3-3. طيب مين عندك بيهاجم؟ اندريك انسون، سيبايوس، اي حد. كان هينزل ابنه غالبا. فاهم اللي هو ايه؟ هينزل ابنه يلعب. فاللي هو ايه؟ اي حد على الدكه. طب انت بتنزلهم؟ طب انت لما هتنزلهم ايه الخطه اللي هتلعب بيها؟ بص هم هيمشوا الدنيا مع بعضيهم اللي هو قوه الصداقه والدنيا تمام. مع قوه الصداقه دي مش هتنفع على طول، ما انت هتيجي ليك فوجات هتبقى محتاج ان انت نفسك تديهم حاجه عشان يعرفوا هم يلعبوا. فاهم؟ لكن الهطل اللي انت بتعمله ده اكيد مش هيحصل. يعني اكيد ما فاهم. يا جدعان حسبي الله ونعم الوكيل بجد، اتلتيكو هياخد الدوري. فاللي هو ايه الحقاره اللي احنا وصلنا ليها دي؟ خلصنا ريال مدريد. انا ما اكذبش عليك يعني ما اتفرجش على ماتش اتلتيكو مدريد، فهخش على ماتش برشلونه على طول عشان انا بص. فاهم؟ انا جبت اخري اللي هو بص العبط اللي داير الموسم ده اللي هو ايه؟ احنا المفروض نوصل له حل. تمام؟ انت عم الحاج اول الموسم انا مش مستني منك حاجه. تمام؟ دخلت رحت مترجع للبايرن 4 ومترجع لريال مدريد 4 وجاب لها خمسات وستات وسبعات وبعدها خمسات وستات وسبعات. قلت ايه بس تمام وزي الفل. ايه اللي حصل بعديها بقى؟
انا عايز اعرفها. وبعدين مش ايه اللي حصل بعديها؟ هو الفريق اللي بيلعب في دوري الابطال غير الفريق اللي بيلعب في الدوري الاسباني، ما هي نفس اللعيبه. ايه العبط ده اللي بيحصل ده؟ ما تعرف ايه اللي بيحصل، ما تعرفش. فاهم؟ يعني تبص على ماتش دورتموند يوم الاربعاء اللي فات، انت جبت جون فترد عليك بجون، ورحت جايب جون تاني وتالت وبتاع ده، والدنيا تمام وزي الفل وانت واقف على رجلك، فريق يخوف. نبص بقى النهارده مستر روبرت ليفاندوسكي. بص، يعني مع احترامي لاشباح ليفاندوسكي، بس ليفاندوسكي من اول الموسم الكوره اللي هو بيضيعها النهارده دي، هو بيضيع كتير على فكره. يعني ليفاندوسكي هو جايب 17 جون وده 17 زيه، تمام، انا ما عنديش مشكله. بس انا لما ايه الفكره ان انا لما احتاجك ما لجاكش. فاهم؟ النهارده 3 انفرادات يا ابن المره ومضيعهم قدام الجون، ما انت كنت بتجيبهم. ايه اللي حصل بقى النهارده؟ ما تعرفش. وبعدين كابتن بالدي، فاهم اللي هو دوره حياه كابتن بالدي في الدنيا، بيجري على الخط يروح مستلم الكره من بدري، فبدري يروح فاتح له، مش يبصها له تاني، لا، يروح رافعها تخبط في ظهر حد وماشيها ظهر حد، عشان انا مش هينفع اقول هي بتخبط فيه بالظبط من المدافعين بتاع الفريق التاني. ده تاني واحد يعني، والدنيا تمام. حلو يعني. كابتن داني اولمو بقى، فاهم اللي هو ايه؟ انا افهم يعني واحد زي كوندي ده تعبان ماشي، واحد زي كوبارس تعبان ده ما لعبش، لكن انت اصلا ما لعبتش تلت الماتشات معانا، وكل ما نعوزك يقول لك عنده انزعاجات ومش عارف ايه، وفي اماكن غريبه، ومره سنتك بتوجع. انت يا ابني انت مش واقف على رجلك بدنيا ليه؟ ازاي اصلا انت لعبت ايه عشان تتعب؟ انت تعبت إيه؟ يعني يامال ورافينيا، فاهم، الاثنين دول اتحلبوا طول الموسم، بدري وكاسادو دي بتاع ده، كوبارسي، نياجو مارتينيز، كوندي، بالدي، ماشي، لكن انت لعبت ايه اصلا عشان تتعب؟ يا ابني انت المفروض اصلا تبقى واقف على رجلك من اللعيبه دي كلها النهارده. فانا مش فاهم برضه. وبعدين هو ايه حوار السنان ده؟ احنا كل لعيب كل ماتش فيه لعيب سنه هتوجع، احنا بنشغل دكاتره السنان في برشلونه، وده يخش لنا بقى في حته التحكيم. هو ايه اصلا المدعره اللي بتحصل دي؟ لعيبه برشلونه، اللعيبه بتاعت الدوري الاسباني بتخش في لعيبه برشلونه بتضرب من تحت، والحكم ما بيحسبش حاجه. يا عم ما تديلوش انذار بس احسب فاول على الاقل تهت اللعيب، لكن انت كل ما هو ضرب مره وعدت فهيضرب تاني. لامين يامال بيلعب مصابه دي من اول الماتش بسبب كوره برده دخل عليها، وبعدين برده يعني ما هو كده كده الماتش ده الخرا، وكده كده احنا غالبا هنخسر، ما تطلع يا عم، ما تطلع احسن ان الاصابه خرا تكبر واحنا داخلين على ماتشات مهمه. على الاقل نلحق ماتشات السوبر اللي هتتلعب في شهر واحد دي، على الاقل نطلع ببطوله في الموسم. بس الحاله الوحيده العدله في الماتش النهارده او في الفتره اللي فاتت دي عامه، يعني الواحد لازم اللي هو نعتذر له، هو نيكي بينا. بصراحه يعني هو لما مسك فورمه يعني حارس يعتمد عليه. يا رب ما يطلعش زي شتيجن، يا رب. انا برضه هفضل اقولها تاني، برشلونه يستحق حارس افضل من شتيجن وبينيا الاثنين، واللي احنا جبناه ده تشيزني. بس بيني على جد اللي موجود دلوقتي لا هو شغال تمام، مفيش اي مشكله، مفيش لوم عليه يتلام عليه، والجول النهارده طبعا فاهم خط الدفاع. وبعدين حاجه تاني، بس بلا كرات، بلا مدافع بيلعب كرات طويله، بلا مدافع كورته حلوه، بلا بتاع ده، اراخو يرجع يلعب وكريستنسن يرجع يلعب، هما الاثنين بس. ويا عم فليك بعد اذنك في ماتشات اللي هو بتاع ده المصيدة التسلل اللي انت بتلعب عليه ده ملهاش لازمه، ماتش زي النهارده ده اصلا، فاهم اللي هو ايه؟ احنا لو كنا قعدنا لحد 3 ايام نلعب ما كانش هنجيب اجوان. وبعدين انا شايف برضه التبديلات اللي في الاخر دي، يعني هو كان مين بيلعب فين؟ انا كنت شايف كوندي على الدايره، كنت شايف بتاع ده قصدي كوندي في عمق الملعب، وبلدي راح ناحيه اليمين. هو ايه يا اسطى؟ في ايه؟ ما هو العشوائيه دي مش هتجيب نتائج. بس فاهم؟ فيا جدعان الدوري بيضيع، عيب والله. اتلتيكو مدريد اصلا ده كانت بعيد خالص، ده اخر 4 ماتشات لما بسبب الضحك اللي احنا قاعدين نعمله احنا وريال مدريد ده، اتلتيكو مدريد اول الدوري دلوقتي، وعندها ماتش لو غلبته هتبقى هي مصدر الدوري، وفرق 3 نقط، فرق نقطتين عن مدريد و3 نقط عنك انت. فانا مش فاهم يعني في عبط بيحصل. وبعدين احنا جينا نكسب الماتشات الكبيره ونخسر من الفرق الصغيره، ما ده عبط برضه، فاهم اللي هو ايه يا جدعان؟ اعجلوا الكلام مش هينفع والله. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك جديد من اول باول. كان معاكم محمد اشرف وبرنامج 5 كوره ومشي